فممكن تقولي لنا برضو إيه اللي اتغير من زمان عن دلوقتي؟ الشركات أدركت أهمية العنصر البشري المؤهل، مش المؤهل بس علميا وفنيا، لا المؤهل شخصيا، اللي هو عنده السلوك المظبوط، شخص عنده تحفيز ذاتي، شخص مرن. كل المميزات اللي في الشخص دي ممكن تعمل تغيير جذري في البوزيشن بتاع كل واحد هو قاعد فيه. فأدركوا أهمية الرأس المال البشري، أو زي ما أنا بحب أسميها الثروة البشرية. فمن هنا ابتدت الناس شايفة ان هم قادرين يجيبوا عملاء، شايفين ان هم عندهم بيزنس كويس، ولكن بعض الشركات بتتعثر في حتة انها تدير الاشخاص اللي عندها بالشكل المظبوط. ابتدوا بقى يلجأوا لخدمة ان احنا نعمل لهم اعادة هيكلة ونبني نظام لإدارة الموارد البشرية، من وحي ان هم ادركوا اهمية الموضوع ده.